للأسف في ناس كتير عايزة تخش البورصة، عايزة تستثمر فلوسها، بس للأسف مش عارفة تبدأ منين. فعشان كده أنا قررت أعمل الفيديو ده، واللي أنا شايفه هيفيد ناس كتير. فبس كده من غير رغي كتير، يلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم تعرفها، ابلكيشن ساندر عبارة عن شركة وساطة أو شركة سمسرة بتوصلك بالبورصة. تقدر تفتح حساب وانت قاعد في بيتك بتاكد زرار واحدة. كل سندر بتعمله بتاخد كل صفقاتك، بتتداولها في البورصة وانت قاعد في مكانك، وبتاخد عمولة ورسوم، وهكذا بيكون ربح شركة ساندر أو ابلكيشن ساندر. دي ببساطة شركة ساندر. فمن غير ما نخش في تفاصيل زيادة، تعالوا نشوف واجهة الابلكيشن والابلكيشن من جوه عامل ازاي. طبعا هنا دي واجهة ساندر، هنشوف هنا استثماراتي كلها، يعني أغلبها كسبانة. في حاجات كتيرة كنت بجرب وفي فلوس أنا فعلا حاططها، وهنلاحظ إن أغلبها كسبان. ما علينا، لو بصينا على العين اللي فوق هنا اللي جنب الفلوس اللي أنا مستثمرها، هندوس عليها هنلاقي الفلوس بتتحجب. فدي ميزة كويسة برضو في ساندر، لو أنت بتحب تشوف استثماراتك عاملة ازاي، او مثلا انت بتحب اول ما تخش السوق تبقى ما تبصش على الخسائر او الارباح. دي ميزة كويسة ان انت ما تشوفش فلوسك او تحجبها او ايا يكن. انت مثلا بتحب تخش البورصة ومش حابب تشوف فلوسك خسرانة او كسبانة، فدي ميزة كويسة جدا. تاني حاجة، الفلوس اللي انت شايفها هنا اللي هم 4319، دي الفلوس اللي انا مستثمرها. في فلوس تانية في محفظة ساندر، هوريها لكم كمان شوية، بس خليك معايا دلوقتي نخلينا في المهم. لو شفنا الايكون بتاعت ايجيبت، علامة مصر اللي على اليمين فوق واتكينا عليها، هنلاحظ ان هي هتجيب لنا تلات اسواق. اي جي اللي هي ايجيبت، ويو اس اللي هي يونايتد ستيت امريكا، وستيموليتر اللي هو المحاكي. هندوس على اليو اس ونشوف البورصة الأمريكية. طبعا انت ممكن تستثمر فلوسك في البورصة الأمريكية بمجرد ان انت تحول الدولارات لحسابك في ساندر. تعالوا نروح على السوق الخيالي او السوق المحاكي. هنلاحظ ان انا هنا جربت، تقدر تقول ان ده حساب ديمو، حساب تجريبي ممكن تجرب فيه. هنلاحظ ان انا كسبان في سهم ابن سيما فارماسي فوري، خسران 1.35، يعني خسران 136 جنيه. بس ده حساب تجريبي، طبعا الفلوس دي مش حقيقية. صندر بتديك الحساب ده تجرب فيه براحتك. وبس ده بالتالي نرجع للسوق العادية تاني. طبعا انت ممكن تجرب اي صفقات براحتك ممكن تعملها في الحساب التجريبي. نرجع للحساب المصري الحقيقي، دي الفلوس الحقيقية اللي احنا عاملينها. نشوف طبعا يعني الحمد لله اغلب الصفقات عاملها يعني كويسة وكسبانة. طبعا لو لاحظنا جنب علامة مصر هنلاقي علامة رعد كده او صعقة. لو دوسنا عليها هنلاحظ ان هي عاملة زي ستريك بتاع السناب شات. زي مثلا ما تنزل استريكات على سناب شات كل يوم بيعمل لك استريك. هنلاحظ ان هنا معمول مثلا سهم اخضر او شريط اخضر على شهر جون وشهر جولاي. الشهرين دولت استثمرت ورا بعض. يعني حطيت فلوس استثمرتها في جون، وفي جولاي بنفس الكلام حطيت فلوس في ساندر واستثمرتها. فكده هنلاحظ ان حتى على الشمال فوق مكتوب 2 months streak، يعني شهرين ورا بعض قعدت استثمر في البورصة. أظن كلام مفهوم ومفهوش أي تعقيد. فدي ببساطة الستريك في ساندر. لو بصينا فوق على اليمين هنلاقي كلمة orders، لو اتكينا عليها هنلاقي مكتوب all. هنلاحظ ان هنا الاوردرات اللي كنسلت، الاوردرات المتعلقة، الاوردرات اللي تمت، كل حاجة. لو دوسنا على الكومبليت هنلاقي انها اتفلترت كلها. لو دوسنا على البندن هنلاقي الحاجات المعلقة. لو على الكنسلد هنلاقي الحاجات اللي هي اخدت ريجكتد والحاجات اللي ما تمتش. لو جينا بقى ننقل على المحفظة اللي هنلاقيها على البيج اللي جنب هوم، هندوس عليها يجيلنا المحفظة بتاعتنا، المحفظة اللي فيها الفلوس اللي احنا مش مستثمرينها. زي ما احنا شايفين 40 جنيه و10 قروش. مكتوب خيارين، اللي هو توب اب اللي هو تعمل ايداع وترانسفير، ان انت تحول فلوسك من مثلا حسابك الاستثماري إلى حساب الادخار زي ما هنشوف كمان شوية.
بس الاول تعالى اقول لك الحاجات اللي انت شايفها دي. الحاجات دي عامله زي الهيستوري، تاريخ الايداع وتاريخ ان انت تحط فلوس وترجعها تاني، او ان انت اشتريت او بعت. دي الفاوندن، دي الحاجات اللي عملت فيها ايداع والحاجات اللي انا سحبت فيها. دي الانفستنج، دي الحاجات اللي انت بقى تشتري وبتبيع. واذرز دي حاجات اخرى ملناش دعوة بيها، مش هتفرق كتير. زي ما احنا هنلاحظ هنا لو اتكينا على كلمة investing هنلاحظ ان هي هتقلبنا على حساب الادخار. ممكن نعمل زي صندوق كده ادخار صغير، نكتب اسمه ايه، خلينا نكتب نيو كار، ونودي وندوس هنا على علامة الايكون بتاع العربية، ونختار اي سنة وليكن 2016، خلينا 2025، 25 اكتوبر، ايا يكن مش هتفرق كام بالظبط. ونحط رقم اللي احنا عايزين نوصله اللي هو 100,000. فبس كده ممكن تحط انت فلوسك اللي موجودة في صندر تنقلها على حسابك بتاع كلاودز، اللي هو حساب الادخار، بيعمل عائد يومي تراكمي، بيحط لك فلوس كل يوم، زي الفايدة اللي في البنوك، بس الفايدة دي تراكمية يومية، يعني كل يوم فلوسك بتزيد ببساطة. وهنعمل فيديو عن الحوار ده بالتفصيل قدام، فاتأكد ان انت متابعني ومفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجاية. لو عايزين نرجع ندوس على كلمة سيفينجز هيرجعنا المحفظة الاستثمارية تاني. فدي ببساطة المحفظة. نروح على صفحة اكسبلور، هندوس عليها، هنلاحظ ان في 4 حاجات ممكن نستثمر فيها: الجولد فاندز اللي هو الذهب، صناديق الذهب، والستوكس الأسهم، والإيكوتي فاندز صناديق الأسهم، والفيكسد انكم فاندز صناديق الدخل الثابت ببساطة. فممكن ندوس مثلا على الذهب. طبعا لو عايزين نحط سهم معين أو صندوق في الفيفوريت، في المفضلة، بندوس ونسحبه ناحية الشمال فبيتضاف في المفضلة. لو عايزين نمسحه من المفضلة بنعمل نفس الحركة. فدي مثلا الذهب، نروح على الستوكس، دي الأسهم اللي ممكن تتداول فيها. طبعا في مصر فيه بتاع حوالي 200 سهم، انت بتختار السهم اللي انت عايزه، ممكن تحطه في المفضلة تحلله بقى براحتك. لو نزلنا تحت ولو دوست على الايكوتي فاندز اللي هي صناديق الأسهم، هنلاحظ إن احنا هنلاقي كتير أزمة فرص، أزمة شريعة، بيلتون، شركة بيلتون للريل استيت، شركة بيلتون لوفرة فاند، شركة مصر شريعة ايكوتي فاند. هنلاقي حاجات كتيرة ممكن تستثمرها. ودي ببساطة صناديق استثمار، في ناس ومديرين على الصناديق دي بيستثمروا الفلوس اللي انت بتحطها بدل ما انت تستثمرها ببساطة وانت قاعد باشا في بيتك حاطط الفلوس. طبعا نروح للفيكسد انكم فاند، دي صناديق الدخل الثابت، بتديك عائد يومي تراكمي، يعني كل يوم بتتحسب فايدة على فلوسك وبتجيلك كل يوم. دي ما فيهاش خسارة طبعا، لو ريسك. ولو نزلنا شوية هنلاقي ساندرز ليستس، دي يعني زي ما تقولوا كده قائمات ساندر. ممكن تختار قائمة الموزعون، الناس اللي بتوزع أرباح، الناس اللي في ضمن أحكام الشريعة الإسلامية. أنا مثلا هختار AGX 30 اندكس، احسن 30 شركة في مصر بناء على المؤشر التلاتيني. فهي دي الشركات ببساطة، ممكن تختار واحدة وتستثمر فيها. لو بصينا هنا نلاحظ في علامة زي الايكون بتاع السيتنجز ومكتوب جنبها توب ديلي انرز جينرز سوري. لو دوسنا عليها هنلاحظ ان، ودوسنا على الويك، هنلاحظ ان هيجيب لك اكتر ناس كسبوا في الاسبوع في الاسهم يعني. ولو دوسنا على لوزر هنشوف اكتر اسهم خسرت في الاسبوع اللي فات ده ببساطة. ف نرجع نعملها جينرز تاني. ولو نزلنا تحت هنلاقي حاجة اسمها رامبلز بورتفوليو، المحفظة الاستثمارية بتاعت رامبل. فدي دي القائمة بتاعت رامبل اللي هم مستثمرين فيها، واللي هم يعني زي ما بتقولوا بيرشحوها. لو نزلنا وكملنا تحت هنلاقي حاجة اسمها ماي ليست، دي قائمة انت ممكن تضيفها.
ممكن تضيف قائمة مثلا. آه، خلينا نختار أسهم، ندوس مثلا على currency. مفيش غير الجنيه المصري الجميل، والدولة مصر، والصناعة مثلا خلينا نختار real estate وننزل. ومش مهم توزيع الأرباح، خلينا ندوس أي حاجة. نلاحظ فيه كلمة 39 سهم موجود، ندوس عليه هيظهر لنا كل الأسهم بتاعت الريل استيت. فببساطة ممكن تدوس سيف ليست وتكتب أو تسمي الليستة دي زي ما أنت عايز. أنا هسميها مثلا ريل استيت وهدوس سيف. ياخد شوية وقت. فبس كده ممكن تدوس وتنزل وتدوس على الليست بتاعتك وهتبان بكل بساطة. فهنرجع تاني ونخش على مثلا الفيد بيج. نلاحظ فوق ان في 4 مؤشرات، لو عايز تغيرهم تدوس على اليمين فوق view all، وهتنزل هنلاحظ ان في S&P 500 الشريعة GX الشريعة 33. خلينا مثلا ندوس هايد ونحط ونختار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه. هنلاحظ إن هي ظهرت في الفيد بيج، وده طبعا الأماكن اللي بيظهر فيها الفيفوريت زي ما وضحنا من شوية من الفيديو ببساطة. ودي الأسهم طبعا كلها اللي انت حاططها في الفيفوريت. لو دوسنا على نيوز هنلاحظ إن دي الأخبار بتاعت الشركات اللي انت عامل لها فيفوريت، وجنبها خيار إن انت ممكن تشوف الشركات التانية في البورصة عامة الأخبار. رامبل طبعا لازم تدفع اشتراك، وهنبين ده في الفيديوهات الجاية. طبعا لو دوسنا على ماي هاب هيظهر لنا البروفايل بتاعك، ده عامل زي بروفايل واتس أو الانستجرام بتاعك. بروفايل ببساطة بدل ما يبقى فيه صور مثلا على الفيسبوك، ده بروفايل بس عامل زي ايه، بدل الصور اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا، ده البروفايل بيبقى موجود عليه استثماراتك. لو دوسنا على كلمة investments هنلاحظ ان الاستثمارات بتاعتي هي 66% من فلوسي اللي في المحفظة حطيتها في الشريعة ناشونال فود، 1% في جوهينا وتقريبا 1% من عبورلاند، 1% في سيدي كارير، و3.90% في شركة ايجي ترانس، و25% في مؤشر أو صندوق استثمار اسمه ايجي اكس 30. ودي ببساطة كل الحاجات اللي أنا مستثمر فيها. طبعا انت ممكن تغيرها ما تخليش حد يشوفها، وتدوس هنا وتدوس اونلي مي، بس انا عايز اخلي الناس تشوفها. ممكن تدوس هنا على علامة الجايزة يظهر لك كل الاتشيفمنتس اللي انت عاملها. يقول لك فوق تابع 1 تابع 5 هكذا. ممكن تعمل الاتشيفمنتس دي ببساطة. ده البروفايل بتاعي. مش عارف ليه انا شبه الحرامية هنا حاطط الفلوس ببقي وماسك وكده، بس ما علينا يعني. ده الاكونت بتاعي، لو حد عايز يعمل لي فولو ويشوف انا بستثمر في ايه عادي، مش عيب يا جماعة. زي ما قلت لكم انا مش خبير، انا ممكن اخسر ممكن اكسب، بس ببساطة انا بوريكم كل حاجة قدامكم، وبعاقب نفسي بالحقيقة قدامكم. انا بستثمر من الصفر حرفيا. ممكن تشوفوا السلسلة اللي انا عاملها رحلتي الى الاستقرار المالي، الحلقة 0 والحلقة 1 نزلتها، ولسه هكمل في السلسلة دي كمان. ممكن الخطط تتغير بس كل حاجة هتبقى قدامكم، وانتوا هتبقى معايا حرفيا خطوة بخطوة، وكل حاجة هعملها ببساطة. خلينا نكمل. ندوس على علامة الإشعارات هيظهر لنا كل حاجة. انت كل عملية انت بتعملها شراء أو بيع بيجي لك عليها نوتيفيكيشن على موبايلك. فده بس ببساطة ستيب 1 زي ما تقول لأي مبتدئ أو واحد ما عندوش باك جراوند على شركة ساندر. ببساطة ده تطبيق ساندر، الواجهة بتاعته حرفيا احنا قلنا الحاجات الخفيفة اللي مفيهاش تفاصيل كتير في الفيديو الأول، عشان يبقى الدنيا متتلخبطش معاك وميبقاش فيه تفاصيل كتير. لسه هيبقى فيه فيديو تاني وتالت، وممكن يكون فيه فيديو رابع. وطبعا ممكن تقولي في الكومنتات عايزين ايه، ممكن اشرحه الفيديو الجاي. هل عايزين فيديوهات طويلة ولا فيديوهات قصيرة؟ فدي حاجة ببساطة لازم أفكر فيها وأسمعها منكم برضو، عشان أكون معاكم برضو على نفس الصفحة.
فببساطة لو انت مستني الفيديوهات الجاية وعايز تعرف ازاي تحترف في ساندر وازاي تعرف تعمل عمليات شراء وبيع وتشوف التفاصيل اكتر، ممكن تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس لو انت برضو شايف ان الكونتنت بتاعي مفيد وهيفيدك، وازاي تستثمر فلوسك وازاي تقوي يعني صفاتك وذكائك المالي. فدي قناة انا مؤسسها، وانا بقول لك انا مش خبير، انا زيك بتعلم كل يوم، والحاجه اللي بتعلمها بقدمها قدامك اهو. فدي ببساطه كان الحلقه. انا محمد خالد، متنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس لو انت شايف ان الفيديو ده يستاهل، ولايك لو الفيديو عجبك، ديسلايك لو الفيديو معجبكش عادي، اكتب لي اهم حاجه كومنت اطور من نفسي ازاي الفيديوهات الجايه. فاتمنى ان انت تكون استفدت في الفيديو ده، ومن الآخر أنت اديتني أهم حاجتين عندك، وقتك واهتمامك، ودولت ما بيقدروش بتمن، فأنا مقدر كده. وأتمنى إن أنت تتفرج على الفيديوهات الجاية والفيديوهات التانية عشان تعرف إيه اللي أنا بعمله في الشانل بتاعتي. فمن غير رغي كتير، أشوفك الفيديوهات الجاية.